اللي انت هتسمعه دلوقتي ده فضيحة ما يتسكتش عليها. اتهام احد مسؤولي نادي الزمالك وتسجيل صوتي باتهامه النادي الاهلي وكابتن تامر عبد الحميد انهم لجان وبيدفعوا للجان الكترونية. نسمع مع بعضينا. اقول لكم بقى معلومة تانية انا ما كنتش حابب ان انا اتكلم فيها الحقيقة، انما احنا من اول ما دخلنا المجلس انا جبت كده ال 11 عضو الاخرين اللي في المجلس وقعدتهم قلت لهم احنا عندنا طريقين. اما ننشئ زي ما الاهلي عامل كده وجمال جبر عامل لجان وكده وبتاع، وده تكلفته الاهلي بيدفع من 2.5 3 مليون جنيه في الشهر على الكلام ده. ده تكلفته كذا، او ان احنا نشتغل في صمت وربنا العالم. والله العظيم اكتر من 10 في المجلس قالوا لا، فلوس النادي ما تتعملش تلمع صورتنا ولا التطبيل لينا. فلوس النادي للنادي، بالعكس احنا ندفع زيادة علشان نصلح احوال النادي. حياة ولادي ده حصل، ورفضوا ان احنا ولا اللجنة ودفعناش جنيه لحد، ولا اللجنة ولا حد يتكلم علينا ولا اي حاجة. الموضوع كان هيبقى اسهل بكتير لو كنا عملنا كده، انما يعلم الله واهو انا بقسم قدام ربنا وقدامكم انه ما دفعناش جنيه لحد يطبل لنا ولا لحد يتكلم لنا ولا اي حاجه خالص. وللاسف في مرتزقه كتير جدا على السوشيال ميديا، ومن ضمنهم الاخ تامر عبد الحميد ده اللي كان عايز يبقى رئيس الاستثمار في النادي عشان ياخد 30,000 جنيه، واحنا اللي مرضناش. انا اشيل الاستاذ محمد الاتربي واحط تامر عبد الحميد، يبقى انا اهبل. انا بقول لكم الوضع عشان تبقوا عارفينه، وغيره 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 وغيره، مش وقت الواحد يتكلم. عمر حد قبل كده فيكم سمع حد من مسؤولي النادي الاهلي بيتهم احد لاعبي او اداريين نادي الزمالك او اداره نادي الزمالك انهم لجان الكترونيه او بيديروا لجان الكترونيه وبيدفعوا لها فلوس؟ الى من يهمه الامر عايزين نشوف الكلام ده ايه اللي هيحصل فيه.